جابر بن عبد الله بن حرام أبوه لسه ميت وخارج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وعنده 7 إخوة بنات وشاب عايز يتجوز، فيقول له مالك يا جابر تسير في أخريات الناس، أنت شاب يعني إيه اللي ما مشيكش قدام؟ فقال يا رسول الله لا زال لنا ناضح سوء بطع علينا وأعيا، الجمل بتاعنا تعبان ومش قادر يمشي يا رسول الله. خلاص كده خلص الحديث صح؟ لا أبدا. قال فنزل رسول الله بمحجنه يضرب الجمل. المحجن ده اللي هو إيه؟ العكاز، عصا معقوفة الرأس، اللي هو العكاز بتاعنا ده كان بيمسكه عليه الصلاة والسلام في ايده. فنزل عليه الصلاة والسلام وعمل ايه؟ راح مدي للجمل ضربتين ثلاثة فبعث الله الروح في الجمل. سيدنا جابر بيقول فلقد رأيتني أكفه عن ناقة رسول الله ألا يسبقها. اللي كان مش قادر يمشي دلوقتي ده هو ضربوا ضربتين بالعكاز عليه الصلاة والسلام فقام ونشط وصار إلى جواري. خلاص كده خلصت مأموريتك نروح؟ لا أبدا. قال يا جابر هل تزوجت؟ اخبارك ايه كده؟ هل تزوجت؟ فقال لا يا رسول، فقال نعم يا رسول الله. قال بكرا أو ثيبا؟ شوف الغوص في حاجياته وما له وطلباته ايه التفاهم. فقال له بكرا أو ثيبا؟ قال بل ثيبا يا رسول الله. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ بدل المرأة السيب يبقى جوزها مات ولا طلقها وفي حياتها كدمة، فممكن دي وانت شاب صغير مثلا برضو ما عندكش من الخبرة بتاعت الكبير فلا تصبر عليها، تبقى برضو لازالت في حياتها يعني موقف، فمش هتبقى بسومة وضحوكة زي البنت اللي هي لازالت بكرا وكده. فقال يا رسول الله إن عبد الله بن حرام مات وترك لي 7 نسوة خرق، فكرهت أن آتي لهن بخرقاء مثلهن، فأتيت بامرأة سيب تمشطهن وتعمل عليهن. قال أحسنت، تبر أبوك بعد ما مات؟ أحسنت، فإذا قدمت فالكيس الكيس، بعني جملك يا جابر. يا سيدي صلي عليه من أعماق عمقك. شوف عليه الصلاة والسلام من غير ما يقول له بقى طب يا رسول الله أنا اتجوزت وبعدين سيب وكده ولسه متجوز جديد وعبد الله بن حرام عندي 7 نسوة بقى كده عندي 8، طب أنا عايز بقى أصرف، بدل ما يضطروا يقول له أمال له إيه؟ ما تبيعني الجمل ده، ما هو مش عاجبك ووحش تبقى بيعني الجمل ده. فقال هو لك يا رسول الله. قال بعنيه، بعولي بس على أن أقاضيك بثمنه في المدينة، أديك ثمنه في المدينة ولك ظهره إلى المدينة، اركبوا لحد المدينة يا سيدي مفيش مانع. فقال نعم يا رسول الله.